حياكم الله. إليكم قائمة تضم 10 لاعبين مغاربة الأعلى قيمة سوقية في العالم وفي أوروبا، أغلى اللاعبين المغاربة بالترتيب. لكن قبل إعلان هذه القائمة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة على اليوتيوب، وهذه قناتي مصباح 86. دعمنا في الاشتراك على القناة في يوتيوب. وإليكم القائمة بأعلى اللاعبين المغاربة. أولهم الأسطورة قائد المنتخب الوطني المغربي أشرف حكيمي، 80 مليون يورو، 27 سنة في عمره، والقيمة السوقية حاليا 80 مليون يورو. قيمته كانت قبل كأس العالم لم تتغير، لم تطلع ولم تهبط، ظلت في مكانها. أما الصغير بوعدي صاحب 18 سنة كأعلى قيمة سوقية في العالم وفي أوروبا اليوم 80 مليون يورو. نعم سيدي، حسب الموقع ترانسفير. لاعب قبل كأس العالم كان قيمته السوقية 50 مليون يورو، لكن اليوم بعد كأس العالم أصبحت 80 مليون يورو. كذلك إسماعيل الصبر صاحب 25 سنة الذي انتقل إلى بايرن ميونخ بصفقة قدرت 55 مليون يورو. لاعب قبل كأس العالم كان 40 مليون يورو في قيمته السوقية، لكن اليوم أصبح 55 مليون يورو، انتقل بها إلى فريق بايرن ميونخ من فريقه السابق الهولندي PSV ايندهوفن. ثم الزلزولي عبد الصمد الزلزولي صاحب 24 سنة، قيمته السوقية 40 مليون يورو. وهناك الكثير من الكلام، يقال أنه سينتقل إلى الدوري الإنجليزي إلى أستون فيلا، لكن لا يوجد هناك أي خبر مؤكد. لكن اللاعب الآن يقوم بتدريبات فردية قبل التحاقه بفريقه ريال بيتيز، قيمة السوقية 40 مليون يورو. ثم كذلك إبراهيم دياز صاحب 26 سنة لاعب ريال مدريد، القيمة السوقية هي 35 مليون يورو. إبراهيم دياز لا نعرف أين سيلعب الموسم المقبل، هل سيظل مع ريال مدريد أم سينتقل إلى فريق آخر؟ هناك الكثير من الأندية تطلب إبراهيم دياز، لكن لحد الآن مورينيو هو من سيقرر هل سيبقى اللاعب مع ريال مدريد أم سيذهب لفريق آخر. كل التوفيق لإبراهيم دياز ولكل لاعبنا المغاربة. ثم بلال الخنوس صاحب 22 سنة لاعب شتوتغارت الذي تعاقد معه رسميا قبل كأس العالم، قيمة السوقية هي 35 مليون يورو. بلال الخنوس 22 سنة، 35 مليون يورو. كذلك نائل العنوي 25 سنة، القيمة السوقية ديالو في أوروبا لاعب روما الإيطالي 30 مليون يورو. كذلك اللاعب شمس الدين طالبي لاعب ساندرلاند الإنجليزي، قيمته السوقية وصلت 25 مليون يورو. لاعب في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي تألق كثيرا في بعض المباريات وتألق أيضا في مونديال أمريكا، رغم أن اللاعب لم يبدأ أساسي مع المنتخب إلا أنه نزل بديلا في بعض المباريات. ثم المباراة الأخيرة كان يلعب بشكل رسمي، لعب دخل المباراة بشكل رسمي، لكنه لم يقدم الإضافة في المباراة الأخيرة. إلى جانب كل اللاعبين لم يقدموا الإضافة سوى الحارس بونو الذي قدم مباراة كبيرة. كذلك سمير المرابط لاعب سالزبورغ الفرنسي ب 22 مليون يورو، 22 مليون يورو. هذه هي قائمة اللاعبين الأغلى، لاعبين المغاربة الأغلى في العالم. هناك الكثير من اللاعبين ب20 15، لكن نحن تحدثنا فقط عن 10 لاعبين فوق 20. أما هناك الكثير من اللاعبين لديهم 15 و20 وكثير، لكن هذه القائمة تضم فقط 10 لاعبين فوق 20 مليون يورو. في رأيكم هل سنرى صفقة مغربية تنتقل إلى فريق كبير مستقبلا في هذه الانتقالات الصيفية؟ وخاصة هناك الكثير من الكلام عن اللاعب الصغير بوعدي الذي قيل أنه سينتقل إلى مانشستر سيتي، لأن فريقه الفرنسي لن يسمح بانتقال لاعبه إلى السيتي إلا ب 80 مليون أو فما فوق، لأن السيتي تسرح رودري لريال مدريد الذي يطلب الرحيل عن السيتي إلى ريال مدريد. لذلك مانشستر سيتي تريد خليفة اللاعب الإسباني رودري،
والخليفة هو المغربي بوعدي، أيوب بوعدي. لذلك نتمنى التوفيق لأيوب بوعدي، لأن انتقاله إلى فريق كبير مثل مانشستر سيتي فهي نقلة كبيرة جدا في حياته أو مسيرته الرياضية. كل التوفيق لكل اللاعبين المغاربة. سلام عليكم.